في الفيديو النهارده هكلمك عن أهمية الدهون الصحية. إيه هي تعرفها وإيه الفرق بين الدهون الصحية والغير صحية، وأهم مصادر تاخد منها دهون صحية. يلا بينا نتكلم. أحلى مسا عليكم يا جماوية، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الدهون الصحية واهميتها لجسم الانسان. اول حاجه حابب اقول ان في ناس كتير عندها اعتقاد خاطئ بالنسبه للدهون. الدهون الصحيه حاجه مفيده جدا للجسم، حاجه جسمك لازم ياخدها. عايز اقول لك ان الدهون الصحيه زيها زي البروتين زي الكربوهيدرات، ما ينفعش تهملها. اول حاجه حابب اعرف الدهون في منها دهون صحيه ودهون غير صحيه. الدهون الصحية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة في حلقتنا فنركنها على جنب دلوقتي، موضوعها جاي. تاني حاجة الدهون الغير صحية بتنقسم لنوعين: ساتوريتد فات أو الدهون المشبعة، وترانس فات أو الدهون المهدرجة أو الدهون المصنعة أو الدهون المتحولة. الساتوريتد فات دي اللي هي الدهون الصلبة، زي الدهون اللي في جلد الفراخ أو الدهون اللي بتبقى في الخروف اللي هي اللية، او الدهون اللي في اللحمه الحمراء، وبتبقى موجوده كمان في زيت النخيل. دي حاجه مضره جدا، الدهون دي دهون مضره. اي حاجه هتشتريها مكتوب عليها يوجد زيت نخيل ابعد بعيد عنها. الاندومي، الحاجات اللي مكتوب عليها زيت نخيل ابعد بعيد عنها، حاول ما تاكلهاش، دهون مش كويسه. نيجي للحاجه التانيه اللي هي الترانسفات او الدهون المصنعه والمهدرجه. دي ارمي في الزبالة على طول، اوعى تقرب منها. الدهون المهدرجة دي زي البطاطس المقلية، البطاطس الشيبسي اللي بتتباع في الشوارع وفي المحلات، اي حاجة بتتباع في المحلات، في الاكشاك، المولتوهات، الجبن المصنعة، اي حاجة، الحلويات المصنعة، الحاجات دي كلها ابعد بعيد عنها. دي اخطر حاجة ممكن تدخلها جسمك، ارمي في الزبالة على طول. عايز اقول لك على اضرارهم: اول حاجة بتجيب لك جلطات في القلب، تاني حاجة بتجيب لك انسداد شرايين، بتخليك عندك عدم انتظام في الهرمونات، هرموناتك متلخبطة. اخر حاجة ودي اصعب حاجة ممكن تعملها في الجسم، ان هي بتعلي الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبتقلل الكوليسترول النافع. حاجة خطر جدا. اوعى تاكل اي حاجة مكتوب عليها ترانس فات. هتجيب كيس شيبسي مكتوب عليه ترانس فات، هتلاقي فيه نسبته عالية جدا. ابعد بعيد عن الشيبسي، عن الحاجات المقلية، عن البطاطس المقلية، اي حاجة مقلية اوعى. نخش بعد كده الموضوع النهاردة اللي هي الدهون الصحية. عايزين نقول ان الدهون الصحية مفيدة جدا زيها زي البروتين والكربوهيدرات، هتاخدها بنسب محسوبة وما تاكلش منها كتير. عايز اقول لك المصادر بتاعتها: اول مصدر وعلى رأس القائمة زيت الزيتون. زيت الزيتون يا شباب حاجة مهمة جدا ولازم تاخده يوميا. انا اول ما بصحى من النوم باخد معلقتين زيت زيتون على الريق. زيت الزيتون يكون بكر فيرجن، يعني متاخدش اي نوع تاني. النوع اللي هو الفيرجن او الاكسترا فيرجن معمول تحت درجات حرارة قليلة، اي حاجة غير كده حاول ما تاخدهاش. زيت الزيتون ما بيطبخش بيه، اوعى 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 تحطه على النار وتطبخ بيه. بمجرد اما بيطلع شياط كده يبقى زيت الزيتون اتأكسد كده، هيجيب لك امراض وهيجيب لك سرطانات وحاجات مش كويسة. ما تحطوش على النار، ما تعرضوش لاي درجة حرارة عالية. زيت الزيتون يا اما يتاخد بمعلقة وتشربه على طول، يا اما يتحط على الاكل، غير كده ما تستخدموش. زيت الزيتون يبقى بكر، حاجة زي كده لازم يكون مكتوب عليها زيت زيتون بكر. تاني مصدر المكسرات، وعلى راسهم الفول السوداني. الفول السوداني مليان دهون صحية، مليان اوميجا 3. حاول تدخل برضو نسبة فول سوداني او اي مكسرات عندك في اليوم، بس بالعقل. خلي بالك ان سعراتها بتبقى عالية جدا، فما بتكترش عن قبضة الايد. تاخد كميات قليلة من المكسرات عشان الدنيا ما تبص. او عندك مكسرات تانية برضو كويسة زي اللوز، زي عين الجمل، زي البندق، الحاجات دي كلها مفيدة. عندك اللوز ده حاجة مهمة جدا. نخش على ثالث مصدر واللي هي سمك التونة وسمك السلمون. دول مليانين اوميجا 3 ومليان دهون صحية. بس خلي بالك نصيحة مني: لو انت في مصر التونة تاكلها مرة واحدة في الاسبوع، ما تكترش عن مرة. التونة اللي موجودة في مصر بتبقى مليانة مادة زئبق. سمكة التونة اللي معلبة اللي هنا حتى لو انضف نوع بتبقى سمكة تونة زبالة.
وما بتتباعش بره. نخش على المصدر رقم 4 وهو الافوكادو. الافوكادو حاجه قويه جدا جدا في الدهون الصحيه، بس انا عارف ان مش موجود عند كل الناس ومش موجود في كل المناطق. حاول تاكل الافوكادو. الافوكادو مصدر دهون صحيه من الاخر. نخش على المصدر رقم 5 وهي السمنه البلدي. السمنه البلدي يا شباب مفيده جدا، مفيده جدا. دي بقى اللي ينفع تطبخ بيها، تاكلها بالعقل وتبقى ضمن سعراتك الحراريه، ما تاكلش منها كتير، ممكن تطبخ بيها عادي جدا. نخش على اخر مصدر واهم مصدر معايا النهارده وهو البيض. البيض حاجه مفيده جدا. الناس اللي بتقول لك اكتر من بيضتين كاملين في اليوم غلط، الكلام ده مش صح خالص. انا باكل ممكن 10 بيضات في اليوم. البيض بيعلي الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL مش الضار. ده حاجه. تاني حاجه الكوليسترول اللي هو في البيض ملوش دعوه بكوليسترول الدم، ده حاجه تانية. الناس اللي بتقول لك هو مين اللي دايما يقول لي ويعرفني منين؟ ما تقاطعنيش. كتر البيض غلط على الكوليسترول، الكلام ده مش صح. البيض مليان بروتين، مليان دهون صحيه. البيض اكله مفيده جدا جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المصادر اللي هتاخد منها الدهون الصحيه. عايز اكلمك عن شويه فوائد للدهون الصحيه. اول حاجه هتحميك من امراض القلب. تاني حاجه مش هيجيلك جلطات، مش هيجيلك انسداد في الشرايين. الدهون الصحيه بتبقى مليانه مضادات اكسده. مضادات الاكسده دي هتمنع عنك الشيخوخه، هتخلي وشك حلو، هتخلي جلدك حلو، هتخلي شعرك كويس، هتخليك في مود كويس. الدهون الصحيه بتظبط لك هرموناتك، ما بتخليش عندك المود الاكتئاب او التعب. وحاجه تانية بالنسبه للدهون الصحيه بيتقال عليها ان هي بتتخن، الكلام ده مش صح. انت بتتخن لما بتلعب في هرمون الانسولين بتاعك. هرمون الانسولين ما بيتاثرش بنسبه الدهون اللي بتاكلها. يعني انت دلوقتي لو كلت بروتين او كلت كارب، الانسولين عندك بيعلى جدا في الدم. بالعكس بالنسبه للدهون الصحيه، لو كلت دهون صحيه عمر ما الانسولين بيتحرك او بيتغير نسبه في الدم. فدي حاجه ملهاش دعوه بالتخن. يبقى احنا عشان كده اللي بيقول لك الدهون الصحيه ما ينفعش تاكلها، لا كلها وعلى ضمانتي. الدهون الصحيه مهمه جدا جدا زي البروتين وزي الكارب. بالنسبه لاهميه الدهون الصحيه، انت تقدر تخش في نظام غذائي وتمنع الكارب بس ما تقدرش تمنع الدهون. حاجه زي الكيتوجينيك دايت، انت بتستغنى عن الكارب خالص، ما بتاكلش كارب خالص وبتستخدم الدهون. ده لاهميه الدهون. يعني انت ممكن تقدر تعيش من غير كارب بس ما تقدرش تعيش من غير دهون صحيه. خلي بالكم من النقطه دي يا شباب. الدهون الصحيه مفيده جدا، لازم تدخلها في يومك وتبقى من ضمن سعراتك الحراريه. بالنسبه للناس اللي بتاكل سوداني وبتاكل مكسرات بكميات عاليه، الكلام ده غلط. لازم تبقى حاسب كل سعر حراري. الدهون كل جرام فيها بيبقى فيها 9 سعر حراري. يعني الكلام ده ما فيهوش هزار. ما يبقاش قدامك كيس سوداني وتخلصه. تاكل كل حاجه بحساب، بلاش العك. انا بدخل الدهون بنسبه 20 ل 30% من سعرات الحراريه في اليوم. كده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا رب تكون الحلقه فادتك. ما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناه لو مش مشترك، واستنى الحلقات الجديده. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت في الكومنت. سلام.